السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين إيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بقى هنخلل معاكم بقى تخليل الليمون اللي هو على طريقة زمان. ليمونة جميلة جدا. الحقوا هاتوا الليمون الايام دي الموسم بتاعه قبل ما يبتدي يغلي. انا سمعت انه هيغلي. تمام. شايفة الليمونة بتاعتي وانا بقطعها عاملة زي الزبدة ازاي، وحاجة تحفة. وكمان يا جماعة مسكر وجميل. هي شوية معلومات وشوية تكات هتاكل احلى ليمون مخلل. تمام. تعالوا بقى ايه نشوف الطريقة ونشوف المقادير بتاعتنا. اهم حاجه بنجيب ثمره الليمونه بتاعتنا. انا جايبه كيلو ليمون وجايباه اصفر يا جماعه، عايزه تجيبيه اخضر حاجه ترجع لك، وجايبه الليمون اصفر وكبير، عايزه تجيبيه برده صغير حاجه ترجع لك. تمام. تمام. اهم حاجه نجيب ثمره الليمونه بس تكون جامده كده وحلوه كده يا جماعه، ما تكونش بايظه. تمام. وتخلي بالك وانت بتجيبي الليمون. انا دلوقتي بغسل الليمون بتاعي. بحب اجي اغسل الليمون بتاعي يا جماعه. طبعا. ودلوقتي انا بوريك الليمونه هي جامده وحلوه، وبقول لك اهي في ليمونه بايظه هي كانت الست حطها لي فوق الميزان. طبعا دي بنستبعدها، ما بنخللش الليمون ده. في ناس بيخللوه، احنا ايه مش بنخلل الليمون ده. احنا بنخلي الليمونه السليمه الجامده اللي تستحمل معانا في التخليل. طبعا بقول لك الليمونه اهي ناعمه وحلوه اهي. وطبعا في ناس بيقولوا لك ايه اهم حاجه تجيبي الليمونه بتاعتك تكون خشنه عشان تستحمل في عمليه التخليل. هي ما بتفرقش يا جماعه، ولا ليمونه خشنه ولا ليمونه ناعم. اهم حاجه اللي بيفرق السوا بتاعك. تمام. وانا جايه في نقطه السوا. انا وقتها هوريكي ازاي الليمون لو انت عايزه تاكليه بعد اسبوع، عايزه تاكليه بعد سنه، عايزه تاكليه بعد شهر. اهم حاجه في السلق بتاعك يا جماعه. بقول لك الليمونه عندي حلو. طبعا جبت الحله بتاعتي بعد ما غسلت الليمون، مليتها 3/4 الميه. الحله ميه عادي من الحنفيه، وحطيت نزلت الليمون فيها. وبعد كده يا جماعه بعد الغليان هسيبه يغلي، واول ما يغلي هدى عليه لمده 10 دقائق. وبعد 10 دقائق ببتدي اصفي الميه بتاعته، عشان الميه بتاعته ما تبقاش ايه حلوه يا جماعه، بتبقى فيها مراره. وما تصدقيش اي حد يقول لك خلي لي الليمون بالميه اللي انت سلقتي فيها انها هتبتدي له مراره. تمام. انا دلوقتي بقول لك اهو الميه بتاعتي نملت اهيت وابتدى يخش في عمليه السوى. يعني شايفه اتفتح معايا الليمون ازاي، معنى كده ان هو استوى وقعد معايا 10 دقايق. طب 10 دقايق انت حاطط بتقولي بعد اسبوع ممكن ناكل منه. بعد انت بقى انا بسيبه 10 دقايق، انت هتسيبيه 15 دقيقه. لو عايزه تاكليه بعد اسبوع بالظبط 5 ايام هتسيبيه 15 دقيقه على نار هاديه بعد الغليان. طب لو عايزه تاكليه بعد سنه بتدي له غلوه واحده، وبعد كده بتاكليه برده بتخليه وتاكليه بعد سنه بيبقى تحفه معاك. انا قصدي من مقصود ان انت اللي بتتحكمي انك تاكلي الليمون بسرعه ازاي. ان انت بتتحكمي في السلق بتاعه. وقت السلق بتاعه هو اللي بيخليكي تاكلي الليمون بسرعه. تمام. اتفقنا كده على النقطه ديت. تمام. بعد كده بجيب الليمون بتاعي واصفيه من الميه بتاعته، ميه الليمون بتاعته عشان فيها مراره، واتخلص منها. وعادي ممكن ايه ميه الليمون دي عادي بنضف منها البوتاجاز او الحوض. طبعا ايه بغسل الليمون بتاعي، ببرد عليه الميه يعني زي ما شايفه حضرتك، وبحط له ميه وبصفيه حلو من الميه. بعد كده بملى له ميه واخليه بقى ايه يومين في البوله ديت. وكل يوم اغير عليه في اليوم 4 مرات، من 4 مرات ل5 مرات. كل ما تغيري عليه كل يديكي نتيجه احسن. يعني ايه؟ وشوف انا بقول لك انا بغطي عليه وبسيبه يومين، وكل شويه اروح اصلي الظهر، اصلي العصر، اصلي العشاء، اروح قبل ما انام اغير عليه الميه. كل شويه اغير عليه الميه عشان ايه بزيل المراره منه. كل ما ازيل المراره منه بتدي لي سكر احلى الليمون. وحياتك كان واضح معاكي في الفيديو في الاول وانا بقطع الليمونه عامله زي الزبده. تمام. انا بعد شهر فتحت عليه عشان سبته 10 دقايق على النار. لو حضرتك هتسيبيه ربع ساعه تاكليه بعد اسبوع يبقى تحفه. ده بعد الغليان. تمام. جبت كده البرطمان بتاعي اهو زي ما حضرتك شايفه اهوت. وطبعا البرطمان بتاعي متعقم. يعني متعقم يعني انا غسلاه ومنضفاه وملوش ريحه. مفيش حاجه، ما تصدقيش حد يقول لك حطيه في الفرن يتعقم. اهم حاجه يكون برطمانك نظيف وانت غسلاه ومنشفاه وملوش ريحه. تمام. ده المقصود بالتعقيم. تمام. حطيت الليمون في البرطمان، وبعد كده جبت لتر ميه اكون غلياه من بالليل ومبرده عليه. يعني غلياه من بالليل وسايباه للصبح يبرد. تمام. وجبت كل لتر ميه بياخد 4 معالق ملح. يعني كل مج ميه بياخد معلقه ملح كبيره. شايفه بقول لحضرتك كل مج ميه بياخد معلقه ملح كبيره. تمام. دوت يبقى دوب انا الملح بالميه حلو بالمعلقه، بدوبهم حلو بالمعلقه. تمام. هو الليمون المخلل ما بياخدش اكتر من كده. تمام. انا دلوقتي هعمل واحد محلول ابيض وواحد محلول فيه شطه. يعني معلقه هريسه شطه، بس دي مش شطه، ديت فلفلايه رومي من الفلفل الرومي الاحمر يا جماعه البارد. جبتها وضربتها في الخلاط وخدت منها معلقه حطيتها على الليمون، ورحت نازله ايه بالمحلول الملح بتاعي اللي هو ايه الميه بالملح يعني. ورحت ايه وقتها غطى عليه. طبعا انت بتحط زيت؟ لا ما بحط الزيت. والغطا بتاعي يا جماعه محكم الغلق، انا ما حطيتش كيس. لو حضرتك الغطا بتاعك بيسرب بيدخل هواء حطي كيس واقفلي عليه، عشان الهواء لو دخل في المخلل هو اللي بيعفنه. حتى لو حطيتي زيت هو برضه هيعفنه عشان دخل فيه هواء. هو الشرط الليمون يا جماعه. انا دلوقتي بحط الليمون البرطمان التاني ده هعمله ابيض، مش هحط فيه هرسه شطه ولا احط فيه اي حاجه. هحط بس مجرد الميه بتاعتي بالملح. ولو حضرتك عايزه تحط قرن فلفل حامي دي حاجه ترجع لك، بس مش تفتحيه. انا ايه مش هحط لان البرطمان ما خدش غير كده، مش محتاجه ان انا احط. تمام. واظن كان واضح في اول الفيديو.
تمام. دلوقتي انا مش هحط الزيت من على الوش ولا احط اي حاجه، بقول لك ما حطيتش اي حاجه، وهو زي بتاع المحلات ما بيحطوش زيت ولا اي حاجه، عشان الغطا بتاعهم محكم الغلق ومقفول كويس، وانا غطايا مقفول كويس. لو حضرتك غطاكي مش مقفول، ما بيقفلش كويس، وانت متاكده ان ما بيقفلش كويس، بتحطي كيس وتتحكمي فيه وتقفلي الغطا حلو. اهم حاجه ما تفتحيش عليه الا غير بعد شهر سوا، عشان لو ايه دخل له هوا هيعفن معاكي، حتى لو انت حطيتي الزيت ما سمعتيش كلامي هيعفن معاكي، فانت مش تديله ان هو ينفس معاكي المخلل عشان الهواء مش يخش له. تمام. انا دلوقتي بكمل، لقيت الميه بتاعته ناقصه، فبكمل له ميه من المحلول الملح بتاعه. طبعا بقول لك لو عايزه تحطي قرن فلفل حطي، بس انا ما حطيتش عشان البرطمان ما خدش وانا مش عايزه. ده فلفل حامي، وما تفتحيش الفلفل، حط القرن كده سليم زي ما هو، بيديله منظر يعني. تمام. بقول لك اهو تخليله اهو زي بتاع بره، جميل جدا. انا فتحت عليه بعد شهر بالظبط. لو حضرتك عايزه تفتح عليه بعد اسبوع، بتسيبيه على النار بعد الغليان 15 دقيقه وتاكليه بعد اسبوع نفس التخليل. طبعا بقول لك شايفه الليمونه بتاعتي زي الزبده ازاي. دلوقتي يا جماعه لو بتتفرجوا لسه عليا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه. وشايفه الليمونه التانية جميله ازاي، بجد تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.